هنفضل نتشائم ونتفائل ولا هنعمل ايه بالظبط؟ ولا هنقضيها تشاؤم وتفاؤل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل اصحابي وكل حبايبي. نبدأ الكلام بخير السلام، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنفضل بقى نتشائم ونتفائل ولا هنعمل ايه بالظبط؟ نخش في موضوعنا وبعدين نبقى نشوف التشاؤم والتفاؤل. كولر قال للعيبه يعني بص، اداهم المباراه بكره احسن من كاس العالم للانديه. لازم نكسب بكره ولازم ما نضيعش فرص كعادتنا، وكل شويه نفضل نضيع في الفرص. وكولر ادى شويه كلام للعيبه يعني يا مسهل يا مسهل. مباراه غدا مباراه مهمه للغايه. موعد المباراه الساعه 6 مساء في استاد برج العرب بحضور 30,000 متفرج. تمام. بكره مباراه مهمه. كولر قال للعيبه بكره مباراه مهمه اهم من كاس العالم للانديه. يعني كل واحد يركز، كل واحد يعمل اللي عليه عشان نكسب المباراه المهمه دي، عشان ايه؟ نروح كاس العالم للانديه فايقين ورايقين ونعمل اللي علينا. تمام؟ ايه بقى يعني ايه بقى اللي خلى المباراه دي مهمه؟ اللي خلى المباراه دي مهمه ان انت خلاص بعد الماتش ده هتريح يومين وهتروح على كاس العالم للانديه. باذن الله تبقى بطوله حلوه وباذن الله نعمل ميداليه. تمام؟ انما بقى هنخش في التفاؤل والتشاؤم يا عم كولر. عم كولر طبعا مصمم يقول لك انا هيلعب في استاد القاهره يا اما العب في استاد برج العرب. تمام. طيب انت مش ضمنك بكره ان نوة قاسم دي ما تشتغلش وتخلي لك الملعب؟ فاكرين ماتش الاهلي والزمالك؟ فاكرينه لما كانت اللعيبه بتجري في طينه؟ ايش ضمنك بكره ان الشتاء الدنيا ما تشتيش والنوة ما تجيش؟ يا عم كولر اعمل اللي عليك وسيبك من التفاؤل والتشاؤم. سيبك من التفاؤل والتشاؤم. احنا مش هنفضل نتفائل ونتشائم. ما هي دي مش كوره. دي مش التفاؤل والتشاؤم، ده للدجالين. انما انت هتفضل تقول لي ملعب السلام مش عارف ضيق قد ايه وملعب الاستاد برج العرب مش عارف واسع قد ايه. الكلام ده ما ياكلش. اعمل اللي عليك واللعيبه تعمل اللي عليها، والمكسب والخساره دي بتاعت ربنا. اي نعم، بس اعمل اللي عليك. انما انت تفضل تقول لي هتفائل بالملعب ده وتشائم بالملعب ده. هو طبعا ما بيقولش كده، بيقول لك مساحات ايه يا عم؟ مساحات ايه يا عم؟ انت لعيبتك بتضيع 50 فرصه في الماتش. مساحات ايه يا عم كولر؟ المهم كولر بيحفز اللعيبه تحفيز جامد وبيقول لهم الماتش مهم ولازم نلعب لعبنا ولازم نكسب عشان نروح كاس العالم نعمل بطوله قويه ونعمل اللي علينا. تمام؟ نخش بقى ايه؟ النهارده المؤتمر الصحفي للمباراه. طبعا النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم الماتش بكره الساعه 6 بحضور 30,000 متفرج في استاد برج العرب. طبعا المؤتمر الصحفي النهارده النادي الاهلي طبعا الملعب ملعبه وهيلعب بفانلته لان شباب بلوزداد بيلعب بالتيشيرت الاحمر برضه. تمام؟ انما النادي الاهلي هيلعب بالتيشيرت الاحمر عشان الملعب ملعبه. وكولر قال لهم ايه؟ اخر ماتش لشباب بلوزداد في مصر كسب. طب كسب مين يا عم كولر؟ كسب الزمالك 1-0. فاكرين؟ اخر ماتش لشباب بلوزداد في مصر كسب الزمالك 1-0. فكولر عمال يحفز في اللعيبه لان الفريق ده بيلعب في مصر حلو ومش عارف ايه والكلام ده. لا احنا لازم نكسب. تمام. بعد المباراه طبعا احنا مسافرين يوم الاثنين، الماتش بكره الجمعه، والاهلي مسافر لكاس العالم في السعوديه يوم الاثنين. وعم كولر بيفكرنا بموسيماني. كل شويه بعد كل ماتش يدي لك اللعيبه راحه. يا عم وانت بتقول ما فيش وقت نعمل مش عارف ايه وندرب اللعيبه على مش عارف ايه، وكل شويه يديلهم راحه. تمام؟ طب انت وترجع تقول انا ما بلحقش ادرب اللعيبه، ما بلحقش اعمل خطط في التدريب، وانت اللي بتدي لهم الراحه. محدش بيدي لهم راحه غيرك يا باشا، انت اللي بتدي لهم الراحه. انت عايز يدي لهم راحه يومين يا كابتن محمود يا خطيب، قول له ان النادي الاهلي مش بتاع راحات. احنا مش جايين نتفسح وانت جاي تاكل وتنام. مش جايين تتفسح هنا يا عم كولر. الراحه مضره للنادي الاهلي. وبترجع تقول ما بلحقش ادرب اللعيبه وما بلحقش اعمل تكتيك.
50 كورنر مش عارف تجيب منه جول. 50 كورنر في ماتش سموحه مش عارف تجيب منه جول، وبترجع تقول مش لاقي وقت اجرب اللعيبه. طب ما انت عندك وقت اهو، ما انت كل ما يكون عندك وقت، انت بقالك اسبوع مدي اللعيبه 3 ايام في الاسبوع. يا راجل ارحمنا، بلاش شغل الموسيماني ده. شغل الموسيماني ده بهدل الفريق، بيبقى الراحات بتبهدل الفريق. مش كل شويه بقى نلعب ماتش ونريح، نلعب ماتش ونريح. ايه يا عم، مش ماشيه كده، هي ما بتمشيش كده. درب لعيبتك وما ترجعش تجيب مبررات وحجج. يا عم كوره، النادي الاهلي كبير يا ريس، النادي الاهلي كبير. طيب مباراه الزمالك والاتحاد كانت النهارده واتاجلت. مباراه الزمالك والاتحاد كانت النهارده واتاجلت. نرجع نقول مش عارف ايه، لا عندهم حق، لازم المباراه تتاجل، لان الزمالك ماتشه كان يوم الاحد بقى يوم السبت، والاتحاد الافريقي ده بتاع سمك لبن تمر هندي ماشي اي حوالين يا كيكه. ايام عيسى حياته كان الماتش يبقى الحد يبقى الحد، الساعه كذا يبقى الساعه كذا، انما انت موتسيبي ده شغال بزراميط، شغال بتاع خيار من الاخر، ده يفرشوا له فرشه في السوق ويقف يبيع اي حاجه، شويه خرده يعمل فيها عبد الغفور البرعي انما ده ما ينفعش. يا راجل انت بتعمل ايه يا راجل؟ يا راجل ده انت حالتك حاله بالبلد. كل من حق الماتش يتاجل، الماتش لازم يتاجل يا جماعه، الماتش لازم يتاجل، نقول اللي لينا واللي علينا. انما ده لو حصل مع الاهلي بقى كنت اتفرج بقى. عبد الشكور يقول لك اشمعنى الاهلي، عبد ربه يقول لك اشمعنى الاهلي، ابو لهب يقول لك اشمعنى الاهلي، مفيش واحد في الاعلام ما يقولكش اشمعنى الاهلي. انما هل حد هيتكلم عن الزمالك؟ انا مع ان انا بقول لكم ان لازم الماتش يتاجل يا جماعه، لازم الماتش يتاجل. حد هيطلع في الاعلام يقول اشمعنى؟ مفيش. حد هيطلع يتكلم؟ مفيش حد بيتكلم، هو بس الاهلي بس ايه الحيطه المايله. تمام؟ نخش بقى على ايه؟ على الزتونه الكبيره. الزتونه الكبيره احمد فتوح. احمد فتوح يا رجاله لو ما لعبش كاس افريقيا مع المنتخب مش هيجدد للزمالك. لو الدنيا اتطربقت وبص لو الدنيا اتحورت في بعض كده مش هيجدد للزمالك. احمد فتوح لو ما لعبش كاس الافريقيه مع المنتخب مش هيجدد للزمالك مهما حصل. وهيروح النادي الاهلي، عمدا في الزمالك واللي بيعملوه. ليه بقى؟ لان اداره نادي الزمالك بتقول لك فتوح لازم يعتذر، فتوح لازم يسوي، فتوح لازم يجدد، فتوح لازم يعمل، فتوح لازم طب ما تدوا له منحه التعاقد اللي هو عايزها عشان يجدد. ما انتوا اديتوا له وعد وخلفتوا بيه. تمام. الزمالك بقى ايه؟ بيلعب في دماغ عمر كمال عبد الواحد، وعمال يقول له ايه؟ احنا القيد هيترفع في يناير، وانت بتاعنا لو مش في يناير هتبقى في اخر الموسم، انت هتاخد اللي انت عايزه، انت. من الاخر عمر كمال عبد الواحد اهلاوي، وفي يناير نتقابل، وانتوا عارفين لما بقول الكلمه ما بتنزلش الارض، وانتوا عارفين ان كلامي مش هخلص وخلاص. كلامي بقول عمر كمال عبد الواحد اهلاوي وعايز يلعب في الاهلي. تمام؟ نخش بقى على ايه اخر حاجه معانا عشان ما اطولش على حضراتكم. ليفربول بعد ما اداؤه اتحسن في الدوري ووصل للمركز الثاني، ومانشستر سيتي بقى خلاص يعني ايه عمال يسلسل في النقاط. ليفربول بيلعب في دماغ محمد صلاح، بيقول له ما تروحش الافريقيه واحنا هنعمل ونسوي. فطالب من حضراتكم تكلموني في التعليقات تقولوا لي هل محمد صلاح ممكن ما يجيش ويلعب مع المنتخب الافريقيه؟ انا ما اعتقدش، انا عن نفسي ما اعتقدش، لان محمد صلاح بيحب يلعب في المنتخب. اي نعم ما بيأديش زي ليفربول بس مش هيسيب المنتخب. تحياتي ليكم وبشكركم. وقبل ما اشكركم بنبارك للنادي الاهلي فوزه امبارح على سموحه مرتبط وكبار. خد سموحه رايح جاي او غسيل ومكوى. بشكركم وما تنسوش اللايك والاشتراك، اللي مش مشترك في القناه يشترك يا جماعه، شرف ليا. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا لكم.